ايه رأيكم في القمر والجمال ده؟ اسهل طريقة جلاش هتتعمل، مش هتاخد في ايدكم وقت خالص. عيش البلبل اشيك واحلى طريقة ممكن تعمليها من جلاش. يلا بينا نشوفها تتعمل ازاي. طريقة سهلة وجميلة جدا وهتخلص معاكم في اسرع وقت. هنجيب لفة جلاش زي ما انتم شايفين، وهنكون مغطينها بفوطة طبعا عشان ما تنشفش. وهنجيب كل ورقة هنقسمها على نصين وهندهنها بالسمنة بالطريقة دي. ونجيب شيش طاووق، بس عصير شيش طاووق اللي هي تخينة شوية، وهنبتدي نلفها بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. ونكون دهنين الجلاش بالسمنة كويس جدا. هنلفها كده، هنجيب الشيش طاووق وهنلفها بالطريقة دي. سهلة جدا ما فيهاش حاجة خالص. وهنقوم مكشكشينها بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وهنسيب طرف الجلاش عشان تبقى قاعدة للعيش اللي هي ايه ان مسميينها عيش البلبل. هنكرر العملية لحد ما نخلص لفة الجلاش زي ما انتم شايفين اهو. بوريها لكم تاني. بنلف، ولو في كمان ورقة مقطعة مفيش مشكلة خالص. هتبتدي وانتي بتلف القطعة بتاعتها هتتدارى. هنبتدي نلفها بالطريقة دي ونرصها في الصينية لحد ما نخلص المقدار كله. بصوا الجمال سهل جدا ما فيهاش حاجة خالص. هنجيب برضو لفة تانية اوريها لكم للمرة التالتة. هنجيبها كده بالطريقة دي وهنقسمها وهنبتدي ندهنها بالسمن زي ما انتم شايفين. الورقة دي كاملة، بصوا قسمتها بالطول ازاي. هنبتدي برضو نلفها بعد دهنها بالسمنة بالمنظر ده، ونخلص المقدار بنفس الطريقة. هي مش بتاخد وقت خالص وسهلة جدا. بصوا اهي. هنكشكشها برضو ونسيب الطرف وهنلفها ونرصها في الصينية لحد ما نخلص المقدار كله. في نفس الوقت هنجيب مكسرات، اي مكسرات موجودة عندك. هنحط عليها معلقة عسل، اللي هو عسل الشربات اللي احنا بنعمله ونسقي بيه الحلويات الشرقية، او معلقة عسل نحل. وهنحشيها مكسرات بالمنظر دوت لحد ما نخلص الكمية. بصوا الجمال، فعلا واسهل واشيك طريقة ممكن تقدميها لضيوفك او لاهلك بعد الفطار. احلى طريقة للجلاش. كده خلصنا المقدار كله بالمنظر ده في الصينية. وبعدين هنحطها في الفرن على درجة 180 لحد ما احمر وشها ويبقى لونها حلو كده. هنبتدي نطلعها ونسقيها بالشربات وهتطلع بالجمال دوت. فعلا منظرها يشرح القلب. ايه رأيكم بقى؟ شفتوا الجمال بعد ما احمر الوش بتاعها بقى جميلة ازاي؟ واول ما تطلع من الفرن وهي سخنة نسقيها بالشربات التقيل وهو بارد لحد ما تشرب الشربات وتبقى بالمنظر الجميل ده. ايه رأيكم؟ احلى واشيك بقلاوة ممكن تتعمل، وبالهنا والشفا على قلوبكم.